العميل المتعب اكتر بيبقى الراجل ولا الست؟ خلينا نكون صريحين. الست دايما الحاجات الطلبات، والراجل الفلوس. الناس بتفكر في التشطيب اكتر من ان هي تفكر في راحه الكلاينت. انا ازاي اتميز وسط الكم الهائل ده من المصممين؟ عشان كده انت قلت يا دكتور نفسي حلال مشاكل. بالظبط. انا بشتغل حلال مشاكل بالظبط. يعني النهارده لما اشوف التصميمات بتاعتك هعرف دي اللي مصممها ست مش راجل. انا عايزه اعرف انت بتفكر ازاي. لما ندخل الدريسنج محتاجين في الدريسنج فكذا وكذا وكذا، ممكن تبقى هي ناسيه اقول لها طب ايه رايك لو زودنا دي عشان لو عندك حاجات كذا. الراجل مش هيبقى داخل في التفاصيل دي قوي. بما اننا النهارده في جناح ثاني بيور، ايه رايك في المنتجات المعروضه النهارده؟ انا عايزه ان انا اتعامل بوه ستايل كلاسيك مودرن. ايه تاني؟ في ستايلز كتير جدا، وكل بروجكت بيعلمك حاجه جديده على فكره. انت تغطيتنا النهارده من جناح ثاني بيور لمعرض ديزاين شو. ضيفتي وضيفتكم فاوندر اوف جيو ديزاين استوديو باشمهندسه انجي الجنزوري. ازيك يا انجي؟ اهلا بيك. عامله ايه؟ تمام. منوره قعده مهندسين. ثانك يو. خلينا نعرف الناس بيك اكتر، قول لهم يعني المشوار من ساعه ما اتخرجتي لغايه المكتب اللي موجود حاليا اللي هو جيو ديزاين استوديو. بدأنا من 15 سنة. وقت طويل شوية. اوكي. المكتب أصلا كان جي ديزاين. احنا عملنا ريبراندنج من قريب، الجيو ديزاين ستوديو. كان في اسكندرية الأول، بعد كده نقلنا القاهرة. من ساعة بقى ما نقلنا وهو جيو ديزاين ستوديو. ده يخليني أسألك أول سؤال، ايه الفرق ما بين سوق العمل في القاهرة وسوق العمل في اسكندرية؟ سواء بقى من ناحية التيست بتاع العملاء، سواء بتاع قد ايه أصلا في فرص ان انت تعمل بروجكتس كده. بص زمان يعني انا نقلت من 6 سنين القاهره. قبل ال6 سنين دول في اسكندريه كانت الدنيا مش زي دلوقتي، يعني كان الكومباوندز مش كتير زي دلوقتي. دلوقتي في كومباوندز كتير قوي في اسكندريه. كتير بالظبط. حتى التعامل مع العمال الصناعيه في اسكندريه كانوا شويه مش بروفيشنال زي في القاهره. القاهره فيها بروجكتس كبيره ومشاريع كتير، كومباوندز كتيره اتعملت يعني في السنين قبل اسكندريه بكتير. اوكي. فده كان مخلي اسكندريه شويه. اسكندريه في الذوق على فكره ذوقهم حلو جدا. اوكي. حلو. لكن مش اسكندرانيه بقى يعني لا هتتحيز لهم طبعا لازم. طيب اوكي. لا بس حقيقي يعني ده انا لمسته هنا وهناك، يعني انا جربت هنا وجربت هناك. حلو. اسكندريه فيها ممكن البحر بقى، ممكن التعامل مع ابسط شويه أو اوكي. ده الفرق ما بين هنا وهناك، يعني انا مش شايفه حاجه اكبر من كده. انت سبيشالايز اكتر يعني ان ريزيدنشال بروجكتس. ريزيدنشال بروجكتس بتعملي اكيد مع ستات كتير بقى. قولي لنا بقى اخبار اولا انت بتعملي العميل المتعب اكتر بيبقى الراجل ولا الست؟ خلينا نكون صريحين كده. الست دايما الحاجات الطلبات بتدقق في التفاصيل، ها؟ والراجل الفلوس. والراجل فلوس معروفه. طب ده الراجل حلو قوي ما بيتدخلش في التفاصيل. الست ده اكتر، يعني انت بيبقى عايز بادجت، بيبقى عايز يوفر. انت عندك الاثنين، فانت محتاج ان انت تتعامل بقى في الذوقيات وبتتعامل في الفلوس، فانت واحد ماشي في سكه. فاهم قصدي؟ طب النهارده لما بيجي لك كلاينت، خلينا نقول كده وصفه التعامل مع العميل بقى. هل انت في الاول يعني مثلا انت النهارده عايزه تعرفي هو بيفكر في انهي ستايل مثلا؟ اوكي. انا عاده شفت ناس كتير بتعمل التاسك ده اللي هو ايه، جالك كلاينت بتدي له تاسك كده بسيطه انه ورينا الصور اللي عجباك. اوكي. خش على بنترست بقى وشوف ايه الموديلات اللي عجباك، ايه الستايلز اللي عجباك، وبالتالي ابتدي افهم الدايركشن اللي هو عايزه. انت بتعملي ايه؟ بتتعاملي مع العميل ازاي؟ بص اولا انا بدرس زونينج في ITI. اوكي. فالزونينج دي قصه انا بشوفها ان هي مهمله كتير من مهندسين كتير. حقيقه يعني مش عايزه ادخل في الحته دي، لكن انا بشوف ان الناس بتفكر في التشطيب اكتر من ان هي تفكر في راحه الكلاينت. فانا عندي حته الزونينج دي مهمه جدا جدا. يعني اول حاجه بسالها للكلاينت، انا بقعد زي الدكتور النفسي، عارف؟ دايما يقولوا، دايما بقول لهم ايوه المهندس هو دكتور نفسي. وخلي بالك هقول لك على حاجه، ان كتير كلاينتس بيسالوني انت ايه باشمهندسه الستايل اللي انت بتحبيه ايه؟ اقول له انا مش هقول لك، لان انت اللي هتعيش. اسالك الستايل اللي بتحبيه ايه؟ لا لا هقول لك ليه، لانه في ناس يعني مثلا في ناس اشتهرت
بانها بتعمل كلاسيك او مثلا نيو كلاسيك بطريقه كويسه. اوكي فده اصبح الستايل المقرب ليها. اوكي مش معنى كده انه محصور في القصه دي، لكن هو شاطر في الحته دي، شاطر في الستايل ده. هقول لك على حاجه صح. انا بحترم جدا التخصص ان حلو. هو يتخصص في ستايل معين. والكلاسيك والنيو كلاسيك هم فيهم تفاصيل كتير جدا محتاجه فعلا ان يكون صحيح. حد متخصص فيهم. Yes. بس انا ما زي ما قلت لك هي ممكن تكون تالنت اكتر من ان هي ان ده يبقى العادي. ان احنا لما نقعد مع الكلاينت نكون عارفين هو اللي عايز ايه. لان انا لو تخصصت جزء في حته معينه طب لا يعني مش ده اهدافي. فاهم أوكي. قصدي؟ انا عايزه ان انا اتعامل بوه ستايل كلاسيك مودرن وابي سابي ايه تاني في ستايلز كتير جدا. وكل بروجكت بيعلمك حاجه جديده على فكره. يعني 15 سنه دول بس مهما كان كل بروجكت كل واحد فيه لازم تشالنج مختلفه. صحيح. بالظبط. صحيح. فاول حاجه بتعامل فيها او بسال فيها الكلاينت انتوا تشتغلوا ايه؟ بتحبوا ايه؟ الالوان اللي انتوا حلوة دي. بتحبوها عندكم اولاد قد ايه؟ بيلعبوا رياضه ولا لا؟ الرياضه اللي بيلعبوها ايه؟ كويس. ما هو لو سباحه غير تنس غير هتلاقي ان في اولادك انت عايزه بيت يلبي سنه- الاحتياجات زي ما بيقولوا. بالظبط. آه. بتحبوا المطبخ مفتوح ولا مقفول؟ طب انتوا بتحبوا ان يكون الغرفه فيها حمام ولا ما فيهاش؟ في ناس على فكره يعني انا كان عندي كلاينت مش عايزه ولا تلفزيون في البيت غير في الليفينج روم بس. اوكي. ليه؟ هي كانت عايشه بره وحاسه ان هي التلفزيونات بتاخد الناس من بعض. فهي عايزه الليفينج روم ده نقضي فيه كلنا الوقت بتاع التلفزيون مع بعض. حلو. حلو. وبعد كده البيت عادي ما فيهوش مشكله. والله دي بفكر صح. جدا يعني- يعني قالت لي التليفونات التلفزيونات والتليفونات واخده واخده الناس الأطفال، بالظبط. آه. فهي عندها فكر معين. في كلاينت تانية البيت بتاعها كان مليان اعمده بشكل مش طبيعي. اوكي. فيعني التو بروجكت دول يعني تشالنجز صعبين طبعا. صحيح. هي كان عندها الاولانيه كان عندها المطبخ كانت عايز تفتحه وكان في بين الليفينج روم والمطبخ في حمام. فقالت لي احنا جربنا كتير ان احنا نفتحه لانها كانت عايشه بره برضو زي ما قلت لك. و كانت حابه ان المطبخ يكون مفتوح زي بره زي ما اتعودت يعني. اوكي. فقلت لها خلينا نجرب. قعدت انا بتعامل مع البلان ان هو بازل او ميكانو. فانت حلوة دي. فانت بتحاول ان انت تحط كل لا قطعه بتحب شغلك يعني جدا بدل ما جداً. بتعمل بقى بازل وميكانو وبتاع. جدا. فانا عملت لها قالت لي احنا جربنا كتير وجبنا كذا حد عشان يجرب يفتح المطبخ ما فتحناهوش. فلما عملت كده كانوا التو بروجكت دول كانوا مع بعض في نفس التوقيت. اوكي. فالاثنين قالت لي ايه ده انت عملتي ازاي كده؟ انت ساحره. التانية في نفس التوقيت كان الأعمدة دخلتها جوه الديزاين فما برستش العمود. اوكي. خليتيه مندمج في الديزاين. مندمج. فهي ما كانتش لاقيه الاعمده فين الاعمده في الديزاين. فقالت لي نفس الجمله انت ساحره. فقلت لهم خلاص. قالوا لي لا انت خليهم الناس خلاص تسميكي. عشان كده قلت يا دكتور نفسي حلال مشاكل. بالظبط. انا بشتغل حلال مشاكل. بالظبط جدا. دايما بسمع عندي المقوله الاشهر خلي بيتك يبقى شبهك. انت من انصار الموضوع جدا ده؟ جدا. ما تروحش عند فلان وتقول انا مش عايز يعني مش تقليد وخلاص. انا بيتك لازم يبقى هويتك زي جدا. دايما بقول للكلاينت يقول لي انا شفت مش عارفه دي في كذا. اقول له خلي بالك الصور الريفرنس اللي انت بتديها لي انا مش هاخدها كوبي بيست. انا عايز اعرف انت بتفكر ازاي في اي جزء بالظبط. عندي كلاينت قال لي انا مش هديكي صور ريفرنس. ليه؟ اوكي. بتصعبها عليا ليه؟ طيب. فقال لي قلت له على فكره الريفرنس دي مش هاخدها كوبي بيست. قال لي لا انا عايزك تعملي. مش عايز احصرك في الموضوع ده يعني فاهم. هو عايزني اكرييت ديزاين لي. اوكي. فاهم قصدي؟ هي الفكره ان انت بس تعمل حاجه خاصه بيه هو. بالظبط. اوكي. فكل كلاينت لا ليه دماغ مختلفه وانت لازم تقعد معاه وتشوف بيفكر ازاي. تفتكر انت التصميمات بتاعتك يا انجي بيبقى فيها زي ما بيقولوا تاتش فيمينست كده؟ يعني النهارده لما اشوف التصميمات بتاعتك هعرف دي اللي مصممها ست مش راجل. ودي جداً. انا شفتها على فكره جدا. وشفتها في كذا ديزاينر ست. والحقيقه بيبان قوي
في التفاصيل جدا. اه الستات عموما مش انا بس، الديزاينرز البنت او الست أيوة. اولا هي بتبقى فاهمه الست اللي زيها. احنا عندنا السشوار والمطبخ والمش عارفه الحاجات دي، فاحنا فاهمين احنا لما ندخل الدريسنج محتاجين في الدريسنج فكذا وكذا وكذا. ممكن تبقى هي ناسيه اقول لها طب ايه رايك لو زودنا دي عشان لو عندك حاجات كذا. الراجل مش هيبقى داخل في التفاصيل دي قوي. صحيح. الرجاله كمان عندهم حاجه تانية، الالوان. اوكي. دايما هتلاقيهم محصورين واضحه وصريحه ما عندناش التفاصيل بني النص. جراي صحيح. كده. صحيح. وممكن مهندسين كتير الرجاله يزعلوا مني، بس هي دي الحقيقه يعني. بس مهندسين الرجاله هم الاشطر، انا مش هنحاز بس يعني. هقول لك الاغلبيه الاشطر صحيح. في التنفيذ وفي التصميم، يلا بدون ذكر اسماء. مش نسيت اسالك صحيح، الفايبس بتاعت المعرض النهارده ايه اخبارها؟ لطيفه جدا. يمكن شفتي ترندات جديده، افكار جديده شفتي؟ هو انا بصراحه ما لحقتش اشوف. اوكي. طيب. مش عارفه ده عشان بس هي المعرض عامه يعني بص انا كنت نازله بتفرق قوي في موضوع نازله في ديزاين شو من سنتين، مش أوكي. اللي فات اللي قبله. اوكي. فكان حلو جدا. حلو. لسه هبص بقى بعد كويس ان شاء الله يبقى مشاركات اكتر واكتر ان شاء الله. نورتينا مش انجي، بجد ميرسي. سعيد بيكي جدا، انا اسعد. واتمنى لك التوفيق، واسيبك بقى تستمتعي بالمعرض النهارده.